المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها دعوة لاحترام قوانين المرور للحد من الحوادث المرورية. خدمات مرضية للعلاج الطبيعي في عالدقيح. إنجازات كبيرة للعداء الأولمبية راهيل دانييل. الصين تجري تدريبات قتالية حول تايوان، والأخيرة تؤكد أنها ستدافع عن سيادتها. حادث سير مأساوي بالسنغال يخلف عشرات الضحايا، والسلطات تعلن حدادا وطنيا. مئات المتظاهرين يقتحمون مباني الحكومية بالبرازيل، ودا سيلفا يتوعد. أهلا بكم مشاهدينا. دعا مدير شرطة المرور في شرطة إريتريا المقدم محاري نوغوسي المواطنين لاحترام قوانين المرور للحد من الحوادث المرور المتزايدة. أوضح في مقابلة مع رنا وقوع 3686 حادثا مروريا عام 2022، ويعتبر هذا الرقم مرتفعا بنسبة أكثر من 50% عن عام 2021، وأودى بحياة 94 شخص وتدبير ممتلكات تقدر بأكثر من 38 مليون نغفة. وذكر بأن هذه الحوادث المرورية وقع 2393 منها في الإقليم الأوسط، و365 في إقليم قاشبركة، و351 في الإقليم الجنوبي، و312 في إقليم عنسبة، و241 في إقليم شمال البحر الأحمر، و24 في إقليم جنوب البحر الأحمر. وأشار إلى أن أهم أسباب الحوادث المرورية عدم منح الأولوية وعدم السير في الطريق المسموح به، وعدم الحفاظ على البعد، والقيادة المتهورة. وأفاد المقدم محاري بأن المخالفات المرورية عام 2022 بلغت أكثر من 127 ألف، وقرم مرتكبيها بأكثر من 22 مليون نغفة. وذكر ضبط 220 سيارة خاصة تعمل في النقل العام في إقليم الأوسط وشمال البحر الأحمر، وتم تقريم كل منها مبلغ 5000 نغفة، ونزع لوحاتها لمدة 3 أشهر. ودعا مدارس تدريب السيارات للاهتمام بجودة القيادة، والسائقين للتحقق من جودة محرك وإجزاء السيارة، والقيام بالفحص الدوري للسيارة باهتمام كبير. أفاد مستشفى عالدقيح بأن أجهزة العلاج الطبيعي التي نصبت في شهر نوفمبر 2022 تقدم خدمات مرضية. أوضح السكان بأنهم كانوا يذهبون إلى أسمرة لتلقي العلاج الطبيعي قبل افتتاح المركز في المدينة، ويكونون عرضة لكثير من المتاعب المالية. وأوضح مسؤول العلاج الطبيعي في مستشفى عالدقيح السيد تشومي تخلي أن المركز يمتلك المعدات اللازمة للعلاج الطبيعي، ويقدم الخدمات للمرضى القادمين من مديريات عالدقيح وصرونا وصنعاء وفرو. أعلن سكرتير جمعية مربي النحل في الإقليم الأوسط السيد قبري هوت فاسيل أن الجمعية تعمل لضمان استدامة إنتاج العسل وتقديمه بأسعار مناسبة. وقال أن الجمعية تأسست عام 2009 تحت رعاية وزارة الزراعة وإدارة الإقليم الأوسط، وأن إنتاجها السنوي الذي كان عام 2016 48 كنتالا ارتفع عام 2022 بأكثر من 10 أضعاف لزيادة الأعضاء والتدريب والدعم. وأشار إلى امتلاك الأعضاء أكثر من 3000 منحلة، موضحا بأن سماح إدارة الإقليم الأوسط باستخدام محمية سرجقة المغطاة بالأشجار تمكن الأعضاء من زيادة الإنتاج. ودعا لمراقبة العسل القادم من الأسواق من مختلف المناطق، وتأطير جمعيات مربي النحل المقامة في جميع الأقاليم في جمعية وطنية واحدة.
أفاد مدير مديرية قلوج السيد سيزر ميكيل بحصاد محصول وفير من الزراعة المطرية في مساحة 98 ألف هكتار. وأوضح في الاجتماع الذي عقد بشأن البرامج المنفذة القيام بتعاون الإدارة والمؤسسات الحكومية بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه والتحصيل الضريبي للأراضي والمواشي ومراقبة الأنشطة الزراعية والتجارية غير القانونية وبناء مدرسة سهنداتشا وبناء قرى في انتظار الحوامل في بلدة قلوج وإصحاح البيئة. ودعا لاتخاذ المبادرات لتحسين المدارس التي تدرس في الأكواخ وزيادة الكادر الصحي تماشيا مع التعداد السكاني. وأوصى الاجتماع بدوره بحل مشكلة مياه بلدة قلوج وتخصيص مواصلات منتظمة من شركة حارات للمواصلات العامة والمراقبة الجادة للحد من حوادث المرور والاهتمام بالحفائر الممتلئة بالطمي. حققت العداء الأولمبية راهيل دانييل انتصارا باهرا بإحرازها المركز الأول في سباق الضاحية الدولي الذي نظم في إسبانيا يوم أمس الأحد 8 من يناير. وحصلت العداء راهيل على الميدالية الذهبية بقطعها مسافة السباق الدولي البالغة 7 كيلومترات و600 متر في 25 دقيقة و43 ثانية. وشهد السباق منافسة قوية لراهيل من عداءات كينيا وإثيوبيا والبحرين، وتقدمت عليهن لتفوز بسباق إلغو باير خوان موغاريز الدولي 79. وحصلت العداء الإريترية الأولمبية راهيل دانييل على الإشادة من كثير من خبراء ألعاب القوى للمنافسة القوية التي أبدتها مع العداء الكينيائي ديناه جيبيتكو الفائزة بالسباق العام الماضي والقادمة بقوة لتكرار الفوز، وتمكنها في مسافة 600 متر الأخيرة من التقدم بسرعة وتحقيق الفوز. وأصبحت العداء راهيل أول إريترية تفوز بهذا السباق من الجنسين. وكانت العداء راهيل دانييل قد فازت بالميدالية الذهبية في السباق المماثل الذي نظم في إيطاليا في الجمعة 6 من يناير الجاري. وأفادت العداء راهيل بسباق إيطاليا متفوقة على العداء الكينية كيب كومبوي الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة ألعاب القوى العالمية، والكينية الأخرى نادية الفائزة بسباق الضاحية الأوروبي لتحقق بذلك ميداليتين ذهبيتين في غضون يومين. وتجاوزت العداء راهيل بهذا الإنجاز الذي حققته في يومين العداء الكينية ميريام تشيبيت لتحتل المركز الأول بالنقاط على المستوى العالمي. وقد حازت العداء راهيل التي تدربت في مركز مرب ستيت الرياضي على لقب أبطل عداء لسباق الضاحية عام 2022. ونتيجة لذلك ستشارك في بطولة العالم لسباق الضاحية التي ستنتظم في أستراليا بعد شهر واحد، ويتوقع منها إحراز ميدالية لوطنها. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر، أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان مركزة على الهجمات البرية والبحرية. وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان أن قواتها نظمت دوريات استعداد قتالية مشتركة وتدريبات قتالية فعلية في البحر والمجال الجوي حول تايوان. وأضافت في بيان مقتضب أن الهدف من التدريبات هو اختبار القدرات القتالية المشتركة والتصدي بحزم للأعمال الاستفزازية للقوى الخارجية والقوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان. من جانبه دان مكتب الرئاسة في تايوان التدريبات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين بالقرب من الجزيرة، وقال إن السلام والاستقرار في مضيق تايوان والمنطقة مسؤولية مشتركة لكل من تايوان والصين. وقالت وزارة الدفاع في تايبي أن 28 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال 24 ساعة الماضية. وأجرت الصين تدريبات مماثلة أواخر الشهر الماضي، وقالت تايوان وقتها أن 43 طائرة صينية عبرت خط المنتصف لمضيق تايوان الذي يمثل عازلا غير رسمي من الجانبين. تسبب حادث سير في مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا إثر تصادم حافلتين بالقرب من مدينة كافرين المتواجدة على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرق العاصمة داكار، وفق الخدمة الوطنية لعناصر الإسعاف والإطفاء. وأضاف بيان حكومي أن حادثة التصادم الأمامي أسفرت بحسب حصيلة مؤقتة جديدة عن وفاة 40 شخصا وإصابة 36 بجروح خطرة و49 آخرين بجروح طفيفة. هذا وقرر الرئيس السنغالي ماكي سال
الذي أحزنه هذا الحادث المروري المأساوي حزنا عميقا إعلان حداد وطني ل3 أيام. غالبا ما تقع حوادث مرورية لحافلات في أفريقيا بسبب سوء صيانة المركبات ورداءة الطرقات وأخطاء في القيادة. أعلن الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل في مقرات الرئاسة بالعاصمة برازيليا قضاء تعرضها ومقر الكونغرس والمحكمة العليا لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه اليميني جاير بولسنارو. وكتب الرئيس الذي تفقد المباني المخربة في برازيليا أنه يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا. وبعد فوضى استمرت ساعات استعادت قوات الأمن السيطرة على المباني التي اقتحمها مئات المتظاهرين المناهضين للرئيس العائد دا سيلفا، وأوقفت أكثر من 200 شخص بحسب وزير العدل فلافيو تينو. وطوقت السلطات المنطقة لكن مناصري بولسنارو الذين ارتدى معظمهم قميص منتخب كرة القدم وهو رمز اتخذوه لأنفسهم تمكنوا من تجاوز الطوق الأمني وألحقوا أضرارا جسيمة في المقار الثلاث الضخمة التي تعتبر تحفا معمارية من الطراز الحديث وتزخر بالأعمال الفنية. وساعدت قوات الأمن السيطرة على القصر الرئاسي ومقري البرلمان والمحكمة العليا، واستدعت جهود إخلاء المقار السياسية من المحتجين اللجوء إلى القوات الفيدرالية بأمر من الرئيس دا سيلفا. قالت شركة الشحن ليث إيجنسيس النرويجية زوارق القطر التابعة لهيئة قناة السويس أعادت تعويم السفينة جلوري والتي جنحت في القناة. وأضافت الوكالة أن 21 سفينة متجهة جنوبا ستستأنف عبورها القناة مع توقع حدوث تأخيرات طفيفة، كما أعلن فيه رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة منتظمة عقب جنوح السفينة. وكانت شركة الشحن ليث إيجنسيس قد أعلنت أن سفينة جلوري جنحت في قناة السويس أثناء عبورها مع قافلة الجنوب قرب مدينة القنطرة المصرية بينما تحاول الزوارق تعويمها. وأظهرت بيانات على موقعين لتعقب السفن أن جلوري سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. دعوة الاحترام لقوانين المرور للحد من الحوادث المرورية. خدمات مرضية للعلاج الطبيعي في الدقيح. إنجازات كبيرة للعداء الأولمبية راهيل جانييل. الصين تجري تدريبات قتالية حول تايوان، والأخيرة تؤكد أنها ستدافع عن سيادتها. حادث سير مأساوي بالسنغال يخلف عشرات الضحايا، والسلطات تعلن حدادا وطنيا. مئات المتظاهرين يقتحمون مباني الحكومية بالبرازيل، ودا سيلفا يتوقدهم. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.